السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ نشوى الخطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تنسوش دعوة منكم كده لأبويا وأمي بالرحمة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم هم وأمواتنا جميعا يا رب العالمين. ما كنتش هصور بصراحة، بس بعد بقى ما حطيت الفرخة قلت لا أما أصور. كنت عاملة بقى ورق عنب وقلت بقى عملت حلة الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي وحاطة في التلاجة. جيت تاني يوم قلت أعمل إيه اعمل معاه بقى فرخه، واعمل شويه ملوخيه، كيس ملوخيه وشويه رز حبه وحبه او شعريه زي ما جه معايا. طبعا اي حاجه في سكتي كده بعملها، طبقين في الحوض بغسلهم، رخامه بمسحها، ما بخليش حاجه بصراحه. يعني انا كده، يعني انا اتعودت على كده. بطلع من المطبخ يكون الدنيا نظيفه، مطبخي نظيف مفيهوش مواعين، مفيش حاجه واقعه الكلام ده. حاجات بسيطة وبتخلص يعني. هنجيب بقى فصين توم حلوين كده فريش كده بقى، ندقهم بقى في الهون بقى بتاع زمان بقى. الكبة زهقنا منها، قلنا نعمل بقى كده التوم في الهون كده او في الصلاية زي ما كانوا بيقولوا زمان. ودقتهم دقة حلوة كده واحطهم بقى في الطاسة بقى عشان اطش بقى الملوخية بيهم. شوية كزبرة ناشفين، شوية نحط بقى الملح. انا بحب احط الملح للفراخ او اللحمة في الاخر خالص لما تلاقيها استوت، يعني خلاص نسبة 80 90%. بقوم حاطه لها شوية فلفل اسود وشوية الملح، ويبقى مية مية. نعمل بقى شوية رز بشعرية بقى، حتة سمنة بلدي كده حلوة. دي السمنة اللي انا كنت عاملاها مسيحاها معاكم، جميلة تحفة. سمنة كده بصوا مش عايزة اقول لكم، مخلطة بقى بس تحفة وجميلة وريحتها زي الفل. نحط شوية شعرية، نجيب بقى الزيت بتاعنا، نحط شوية زيت زي ما متعودين. شوية الزيت مع حتة سمنة بيعملوا فرفرة كده للرز، وبيبقى مفرفر وجميل. بحب اجيب الشعرية بواكي، مش سايبة دي، بجيبها بواكي وبعبيها في العلبة وبقفلها. تقعد معايا، اخد بدل ما افتح كيس واحط شوية واجي احطه في التربو او في درج من الادراج تلاقيه وقع منه شوية، او اعمله بالمشبك هيبقى دوخة. لكن العلبة تبقى محطوطة كده فيها الحاجة، تعرفي تتحكمي فيها. حمرت شوية الشعرية كده خليتهم لون الذهبي الحلوين دول، وغسلة الرز بقى بتاعي المصري او يا دوبك ننزل بيهم كده، والتقليبة حلوة محترمة، وشوية الملح بتوعنا، ولو حابة تحطي شوية فلفل مفيش أي مشكلة. وعندك شوربة، عايزة تزودي شوربة الرز، عايزة تزوديه مية عادية وتحطي مرقة ماجي مكعب ماجي براحتك، زي ما انت حابة اعمليه. بس انا بقى بحب بصراحة اعمل شوية الشعرية كده الاول، احمرهم يفلفلوا كده، وبعد كده احط الرز عليهم وادوهم تشويحة حلوة كده جميلة، وبعد كده ازود شوية الملح عليهم. كده الرز بتاعي بيبقى زي الفل ومفرفر وجميل. كنت عاملة محشي وبقى شوية ورق عنب وشوية رز. طب قلت ليه ما اعملهمش في حلة صغيرة كده واشيلهم في التلاجة لهم عوزة، بس ما يقعدش اكتر مثلا من 3 4 ايام بصراحة على رف التلاجة. لكن لو في الفريزر بتحطيه بقى بالاسبوع، بس برضو بتيجي تسويه بيبقى الرز مع مشننة شوية، يعني معجنة شوية. لكن ده بصراحة حطيته في التلاجة 3 4 ايام. وقلت بقى اعمل جنبهم كيس ملوخية، طلعته عملته فرخة، شوية رز، والدنيا اتظبطت ومية مية. حلة صغننة كده. بصوا الملوخية دي بحبها قوي وبجيبها احطها في الفريزر. قال ما بحتار وبحتاس بقوم مطلعة كيس على شوية الشوربة او لحمة كده، بديها لفة كده في الميكروويف على تفكيك المجمدات كده، لفة كده صغيرة. واقوم عاملاها، احط بقى معلقة سمنة بلدي كده حلوة كده عشان نعمل الطشة بتاعتنا بقى. بص انا ما بغيبش فيه، يعني لقيتها كده برضو لسه قلت يعني كام ثانية كمان يا دوبك تفك. بس يعني مش بسيحها لدرجة ان بخليها مية، لا تفك يعني، يا دوبك اقدر ان انا اقطع الكيسة وانزلها زي ما هتشوفوها كده، تبقى نازلة برضو مجمدة لسه. بتبقى جميلة قوي، تحس ان هي فريش بصراحة. النوع بسمة ده حلو جدا جدا، تحس ان الملوخية انت مخرطاها وعاملاها لسه حالا. بصوا هي لسه مجمدة برضو اهيت، لسه فيها حتت جامدة، بس بتساعدني بديها بس لفة في الميكروف تساعدني ان هي تنزل بسرعة من الكيس. صراحة كنت جايبة في خزين بتاع رمضان كذا كيس منه، ده الكيس بقى اللي كان باقي كذا كيس. بحب اعملها الملوخية وخلاص بقى، طلعت البشار بتاعتها طلعت بقى وكانت
ب25 جنيه. بس انا بصراحه ما برضاش اجيبها، يعني بتبقى غاليه 25 جنيه، وتجيبها وعلى ما تقطفيها وتخرطيها ما تعملش طبقين. لكن الكيس ده بسم الله ما شاء الله بيعمل، بص مش عايزه اقول لكم، ب7 جنيه ونص. الصغير ب7 ونص والكبير ب12 ونص. بصوا بقى حله الورق العنب دي يا سيدي هتشوفوها بقى لما تقلب كده وتبقى جميله، حاجه كده خيال. بص الملوخيه لونها اخضر ازاي وجميل، لونها مخضر اكنك لسه عاملاها دلوقتي. اديها طشه بقى بتاعتها بقى، التوم بالكزبره الناشفه بقى، ويا سيدي ويا سيدي اشرب الملوخيه بقى مع شويه الرز بشعريه، ومعاهم بقى شويه محشي ورق عنب، ويا سلام. احب اعملها مظبوطه، لا تخينه قوي ولا خفيفه قوي، حلوه. محشي بقى هزوده وهسيبه بقى يستوي، عشان يا دوبك نحط الغدا نقلب على طول. تبقى ايدك، بصي ايدك معاكي في كل حاجه، ايدك وعينك. حاجه وقعت تمسحيها، البوتاجاز اتعمل طوقيه وانت واقفه، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر يا سيده على شويه الملوخيه والشهقه بقى بتاعتها وايه، وحاجه عجب كده. اللهم صل على النبي. بصوا لونها وجمالها تحفه، بسم الله ما شاء الله. متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديو ليوصل لكم كل جديد، وعائلتنا تكبر بيكم. وبشكركم جدا جدا، وبشكر كل الكومنتات الحلوه اللي بتجيني، والكلمه الجميله اللي بسمعها، وكل حاجه، والدعاء. ربنا يخليكم وما نحرمش منكم، من خارج مصر وداخل مصر. بشكركم، وكل حبايبي اللي من البحرين، واللي من الاردن، واللي من عمان، واللي من السعوديه، واللي من الامارات، اللي بيقولوا لي كومنتات حلوه بصراحه. ربنا يكرمكم، ربنا يخليكم، وما نحرمش منكم. دايما منورين قناتي ومنورين صفحتي، ويا رب كل حاجتي بتعجبكم. طبعا ابني جاي يبص يشوف يشم، يعني انت بتعملي ايه، بيشم ريحه الملوخيه جابته من اخر الدنيا. كده بقى خلصنا بقى الديك بتاعنا، بسم الله ما شاء الله، بيبصوا بينور متكتف كده. معلقتين صلصه بقى كده، على شويه فلفل اسود، على شويه ملح، على نقطه زيت زيتون، وبالفرشه كده ايه نظبطه كده، نديله ايه وش احمر كده بالصلصه، عشان يدخل تحت الشوايه ويطلع بقى ايه حلاوه. صراحه انا معايا يعني ايه، بقيت قليل قوي ان انا اعمل في الزيت. اديله كده من ظهره كمان كده، ومن كل حته كده، الصلصه دي بتبقى لها طعم جميل قوي. تحط شويه فلفل اسود عليها، وشويه ملح، وشويه زعتر، وشويه زيت ذره او زيت زيتون او حته سمنه، تقومي مقلباها كده وبالفرشه كده مظبطاها. لما بينزل تحت الشوايه بيبقى ليها طعم تاني خالص، تحس ان انت شوياها كده. حطينا بقى ايه تقريبا انا لسه ما حطيتش المحشي، لا حطيته، لا حطيته وطيت عليه كمان، انا ناسيه. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، شفتوا طالع بينور وبيلعلط ازاي، وشويه رز مفرفرين وحلوين، ورق العنب اتشرب ومتوطى عليه، وحاجه كده اخر تمام، اخر حلاوه. نغرف الرز بتاعنا ونعمل الحركات بتاعتنا كده، ونشكله عشان نفسهم تتفتح. العين بتاكل طبعا قبل البق، يعني تشوفي الحاجه بعينيكي تاكلي الدنيا كلها. بصوا ما شاء الله، بصوا عامل ازاي، الصلصه دي كلها بقى عليه كده تحفه. انا بحبها بصراحه، بكتر الفلفل الاسود والملح فيها عشان تدي طعم تاني خالص، تبقى حلوه وجميله. بصوا جماله وحلاوته. الملوخيه بقى تنزل في البرام بقى يا سيدي بقى، المطاعم بقى، ولا احسن المطاعم. شايفين الجمال والحلاوه، اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حاجه كده فاخر من الاخر. شويه ليمون بقى جميل من اللي انا عاملاه بالدقه بتاعته كده، حاجه فوق الخيال. والورق عنب هنقلب بقى، هنقلب ورق العنب بقى. احسن لحظه واحسن لقطه انا بحبها قلبة الورق العنب، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. شايفين الطعامه، شايفين الحلاوه، مسطره 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 مسطره. بصوا الحله
ولا الجزر، اولادي بيسيبوا الدنيا كلها وياكلوا الجزر ده. اللهم صل على النبي. يا رب اكون بفيدكم، وكل حاجه بعملها بتشوفوها بتفيدكم وبتتعلموا منها، وانا عارفه ان انتوا كلكم بسم الله ما شاء الله شاطرين. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.